كيفكم؟ أنا يامي، ولا تنسى تحطلي لايك بهالقناة. واليوم هو الفيديو ال15 من أقوى سلسلة طبخ بسوريا، وبكل فيديو طبخة جديدة بمكان جديد. واليوم أكلتنا أكلة ملوخية شعر رواق بمحطة الحجاز. ولا تنسوا تكتبولي بالتعليقات شو حابين تكون الأكلة الجاية وين. تابعوني مشان أكبر أنا وياكم. وتفضل. أكلة ملوخية شي على الشوارب. تجيب الطنجرة عشان تصير أكلة مقدرة وبتحطلي إياها على الغاز. أول شغلة بتقيم لي هذا الغطا هذا وتقول له روح عجنه، وتجيب الزيتات وبترشلي. طبعا أنا هدول خاسرهم ومقمعهم ومظبط لهم الشغل بالبيت. بتحط الملوخيات تبعيتك كلهم طازة. ها ايش زراف شي على القوة. هلا يا بي بتجيب قداحتنا الفريزية اللي ما بنستغني عنها وتشغل لي الغاز. هلا بدنا نستناهم لحتى يتقلوا يا بي ويتظبطوا امورهم لحتى يدبلوا. لا تشوفون كتار حتى لا بصيروا قد الكمشه. فيديو اليوم برعايه الكروسانه والكليجه. شوفوا لي على هالكليجه وهالكروسان. طبعا الكروسان في منه جبنه وشوكولا، هاي الكليجه بعجوه وساده. شوفوا لي على التقميره يا ويلي. وطبعا اللي حابب منكم انه يوصي على هدول الاثنين واحد منهم يعني يتواصل على هذا الرقم على الواتس حصرا. هلا صار وقت التحريك، مو تتركوا لي اياهم هيك عشان نحتر. وهلا تنتزع كل طبخته بلش الذوبان يا بي. تعال قرب لي شو قلتلكم. هلا بصير ود الكمشه. هلا بنحط مرقه الدجاج تبع شو الفخاد اللي سالقينهم بالبيت. انا طبعا سالق فخاد وما فخاد. بتجيب مرقه الدجاج بتحط لك شغله شيك بجايتين. ايه يا ويلي على الصوت. هلا شو بدكم تساووا؟ بدكم تنوصوا الغاز، شو بدكم تغطوه ما بين ما يستووا الحلوين اللي جوا. بدنا نقطع الكزبره، نحط الكزبره، نرش فلفل وملح. والنكهة السحرية ما بتكمل غير مع رشة كزبرة يابسة. هلا بدنا نقلبهم هيك شوي. هلا شو بدنا نحطهم وكتروا قد ما فيكم توم، لأنه هو أصلا نكهة والأساس ملوخية. طبعا أنا يا بي سالق فخاد دجاج بالبيت ومفصفصهم عندي بالبيت. يعني مو مفصفصهم قطعهم قطع. بتحطوا لي هيك نصهم وتركوا نصهم بعدين بقلكم ليه. هلا شوي ثانية بتعرفوا. قرب وصور ورجيهم المنظر اللي ما بيرحم. اشتهيتكم معي والله. تعالوا كلوا لأنا تعالوا. هلا يا بي حان وقت الدوام. شوفوا لي على صحن الازاز. شوفوا بذمتكم ما عم خاطر مشانكم انا. هلا يا بي اكيد ما بدنا ننسى الليمونه التازه، وطبعا هاي لازم تتقتل بالليمون. ها هلا حان وقت الدوام. وهي اطيب اكله ملوخيه بجانب محطه الحجاز. واكتبوا لي بالتعليقات شو حابين تكون الاكله الجايه وين. ومع السلامه.